بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخوان. فيلمنا لهذا اليوم مخصص للإجابة على الأسئلة المهمة من قبل المتابعين. عندنا هنا الأخ ياسر يقول: عندي بلابل بعمر 8 أيام خالي مكان دافي أو حار، ووكلتهم تمر. طبعا التمر انقعه بالمي وانطيهم اياه بالعود تمر، ورا ساعة ساعتين جيت عليهم لقيتهم متقيئين التمر وميتين. شنو السبب؟ على مود لنا وقع بنفس الخطأ. السبب هو انت اخطأت يا اخ ياسر. الخطأ مالتك هو بهيج عمر احنا ما نعطيهم فقط الجراد او القبابي، ومن بعد اسبوعين نعطيهم مقدار حبة العدس، قليل من الفاكهة. مثل ما تشوفون البلابل نفسها هي الأمهات شلون يوكلون أفراخهم بالنسبة للفاكهة مقدار قليل جدا، بينما من يجيبوا لهم حشرة جرادة أو قبية يناولوهم مباشرة بعد ما يسحقون القبية أو الجرادة، يهيئوها ورأسا يوكلوها الأفراخ على كبرها، يعني حجمها مهما يكون كبير يوكلون الأفراخ مالتهم. إذن الخطأ هو اللي صار عندنا هو حالة اختناق للأفراخ، ونفس الوقت جهاز الهضمي مال الأفراخ ما مهيئينه بصورة صحيحة لاستقبال الفاكهة. السؤال الثاني لأحد الأخوة المتابعين يقول: عندي زوج من البلابل أنا مجهزهم، أكو عملية تزاوج بيناتهم، ولكن صار أسبوع و3 أيام ماكو لا يلمون عيش ولا بيضوا. السبب هو عدم استقرار البلابل مالتك خايفة ما مستقرة. احنا بالنسبة لي يعني متأكد أنت جاي تهتم بيهم أزيد من لازم، وتراقبهم وتتابعهم، واحتمال عدة مرات تفتح الباب مالتهم. هذا الخطأ اللي أنت جاي توقع بيه. المفروض البلابل نركنهم مكان ونعطيهم وجبتين أكل، مثلا الصبح أجي أشوفهم، العصر أشوفهم، بدل أغير المي، وما أوقف يومهم ولا أتفرج عليهم، أدير وجهي وأروح. تنساهم، والمكان القفوة أو مكان العيش مكان مرتفع مظللة، هم ذاك الوقت يحسون بأمان، نفس الوقت ينطوك إنتاج. وأهم غذاء تنطيه للبلابل هو يعتبر من محفزات الجراد والقبابي. السؤال الثالث لأحد المتابعين يقول: عندي زوج من البلابل عندهم بيض، والبيض شاد، ورا 10 أيام لقيت البيض والأفراخ مشمورين خارج العيش. شنو السبب؟ السبب أيضا الخوف. الطيور ايش وقت ما أمنت وإحنا هم نفس الوقت تجنبناهم بهاي الفترة، فترة حضانة البيض مهمة جدا. المفروض بقدر الاستطاع نتركهم فقط، نهيئ لهم الغذاء وندير وجهنا ونروح عنهم، في سبيل شنو؟ تأمن الطيور أي حيوانات أخرى مثل عقعق، الغراب إذا كان بالسطح، القطط باستمرار إذا تهجم عليهم باستمرار تهجم عليهم، ما معتادين عليهم، هم يسبب فزع عند البلابل ويؤدي الشمر. وسبب آخر هي عملية تزاوج من قبل الذكر، راح يضايق الأنثى ويصير عراك بيناتهم، يصير ضحايا بالأفراخ أو البيض. واكو أسباب أخرى هسه ما تحضرني، واني عندي عدة أفلام أشرح بيها عن هالحالة هذه موجودة، تقدرون تراجعونها. هو سبب شمر أو رمي البلابل أفراخها. هنا ننهي هذا الفيلم، في أمان الله وحفظه.